لا انت بتعضي جامد كده، كده بتعضي جامد، لا كده بتعضي جامد. شكرا شكرا. استقبال خان اللي فاق توقعاتي وعرف عربيتي من بعيد معرفش اتعلمها ازاي، سبحان الله. ترحيب حار. هنروح زياره مهمه قوي، هنزور عمر صاحب خان الجديد لانه عامل حادثه. ده اولا ندعوا له بالشفاء كلكم يا رب، ربنا يشفيه. وهنشوف خان مستواه بيتقدم ولا بيتاخر. هنحاول نجيب خان هنا لو قدرنا يعني نجيبه. وهنشوف تتبع المكافاه اللي بدأناه مع خان، وهنشوف وصلنا لفين مع شاكيرا. تابع للنهايه واوعى تروح في اي حاجه. بص انا ايدي فاضيه، ده تتبع الكلبه الايد الفاضيه يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده حلقه تعليميه من التراث الاول، حلقه مهمه قوي، والاهم انك تتابع الحلقه لحد اخر ثانيه. هنكمل كلامنا عن الفولو تريت، والفولو تريت او تتبع المكافاه هو المفتاح الاساسي او المفتاح الاولي اللي بتبدا بيه مع كلبك في كل التدريبات من الالف للياء. انا مدحت الحسيني ودي قناه مستر هوجو، يلا نبدا الحلقه. يس. يعني ايه تتبع المكافاه؟ المكافاه ممكن تبقى مكافاه اكل، ممكن تبقى مكافاه طبطبه، ممكن تبقى المكافاه توي او لعبه للكلب. ايا كان ايه هي التريت او ايه هي المكافاه. الموضوع ملوش علاقه ان انا بقفل ايدي وبضحك على الكلب، دي مراحل متقدمه قوي. عشان يعني ما ينفعش اي حد ياخد اي معلومه ويطلع ينقلها على الفاضي فيوصل معلومه غلط فالناس تضلل. فخليني هشرحها لكم النهارده بطريقه ابسط واسهل بكتير. يلا هنكمل مع خان ونشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. بس الكلب ما شاء الله تركيزه عامل ازاي. جود بوي. انا هنا بس عرفته، اول حاجه بدات ان انا عرفته ايه هي المكافاه. هخليه يحبها، هبتدي احركه بيها، وهقول لك امتى تفصل المكافاه. ما بتتفصلش في مره ولا في اتنين ولا في خمسه، ليها ترتيب ولها تدريج معين علشان الكلب ما يجيبش معاه نتائج عكسيه. يلا يا اخوك. هو دلوقتي بيمارس معايا اللي انا علمته له قبل كده، ان هو بيحاول يديني فايف عشان اديها له. ماشي خد يا باشا. جود بوي. قوم. هنا انا بدأت اكلبس الكلب الليش وهعمل معاه كل اللي عملته معاه من غير ليش قبل كده، والليش هنا جود بوي. بيبقى للتصحيح. بدأنا نديله هيل وست سيت بوي. بالحركة المظبوطة لإيدينا، وهي دي كل الموضوع. هنكمل، هنخليه يتتبع برضو لسه المكافأة، كان لسه صغير أنا ملحقتش أشتغل معاه كتير. اديله ست تاني وداون، ما شاء الله. جود بوي. لو ما شفتش الحلقة اللي علمنا فيها ست وداون وتشيك هاند وازاي احنا يسلم كده ادخل شوفها. بتتبع المكافاه، لسه مش تدريب. خلينا الكلب يعمل سيت وداون ويهيل. احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان احنا بنخلي الكلب يتتبع وبعد كده بنربط الموضوع بالكلام. تعالوا هوريكم حركه الايد فيها قوه قد ايه عشان ما حدش يستقل بيها. لان حركه الايد دي هي اللي بتخلي الكلب يعمل كل حاجه في المستقبل. حتى الحركات اللي هي دلوقتي بيقولوا عليها فري ستايل كلها دي فولو تريت، يعني الموضوع مش كيمياء. خن. ست 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 ست. عمل ست او الريفرس بتاع اوردر ست تاني من داون لست. خن. Good boy. Good boy. Good boy. Come, come, sit. Come. هنا بدأت أعلم خان، هديله اوردر إن هو يضاي أو ينام على جنبه بالإشارة برضو. الموضوع سهل وبسيط، خليك مكمل اللي جاي. طيب انا لقيت تحفظ الكلب على الاكل يعني. تقريبا عمر محتاج ياخد درس في الموضوع شويه، ان الكلب بقى ياخد الاكل بسهوله. وفي حاجه اسمها او في قاعده في التدريب للكلاب في العمر ده اسمها نو فري فود. يعني ايه نو فري فود؟ مفيش اكل مجاني بالسهل عشان الكلب يتعلم كل حاجه. فتعالوا احنا هنغير اللي حصل في الكلب في الاسبوعين ده شويه، وهنبتدي نشتغل معاه بتوي مش باكل، ونشوف هنبتدي نعمل معاه ايه. هنا بالتواصل البصري مع اللعبة ابتدينا نخلي الكلب يسبن أو يلف. هنعملها معاه أكتر من مرة، وبنعلمه ازاي يعض في المكان الصح للعضة، وكنا عملناها في حلقة قبل كده، لو مش شفتهاش ادخل شوفها.
جود بايت. جود باي. تعالوا نجرب، هنديله كل اوردراته، هنديله سيت وداون وستاي، وهنخليه سبين، وهنديله هيل علشان نبقى خلصنا معظم تدريبات الاوبيدينس او تدريبات الطاعه. في الوقت ده الكلب ما ينفعش ياخد اوردر اوت، فانا باخد منه اللعبه بالحيله كده، بمسك بقه بالراحه جدا من غير اي اذيه ومن غير اي وجع، وببتدي اشيل التوي من بق الكلب. هنا بعد ما خدنا تركيز الكلب بالكامل على اللعبة أو التوي، بنعيد معاه سبين عشان ننشطه شوية. خان كان تعبان جدا، كان عنده التهاب في العظم زي ما كلنا عارفين، فحركته بطيئة شويتين. هنا خوخي. بناخد تركيز الكلب أكتر. هنحاول بعد كده هنقصر الحبل بتاع اللعبة علشان نخليه يعمل معانا هيل. إن هو هيل يعني يمشي جنب رجلينا بالظبط أهو، زي ما انت شايف. ابتدينا نديله ست. ابتديت اوجه الكلب بايدي التانية مش الايد اللي فيها اللعبة. الكلب مستغرب بيبص لي، فهمته ان هو يتتبع اللي بقول له عليه سواء اللعبة او غيرها. بعد كده ابتديت احركه تاني. الكلب ما شاء الله استجاب، بس ابتدى يعض في المكان الغلط، فانا هنا عرفته انه ما ينفعش يعض هنا. بنكمل. ما شاء الله يا خان، هنا لازم اكافئه. وهنا مكمل معاه ان انا بحاول اخليه يفضل مفوكس او مركز معايا على اللعبة ويعضها عادي، مفيش مشاكل. يعني هو كل ما بيعض بخليه مشتاق وبحفزه على عضة اكتر، وهو ده المطلوب، ان انا بحاول اعلي نشاط الكلب شوية. هنا ابتديت اقصر تاني، ابتديت اوجهه صح علشان احسن الكواليتي بتاع حركاته. لما بيتشتت مني برجعه تاني يركز. بحاول احركه عشان ما يزهقش، بخلي الكلب مش ثابت على وضع معين. ابتدي اخده في الاتجاه المعاكس. كسر الاتجاهات مع التتبع هم دول المفتاح الاساسي للتدريب زي ما اتفقنا. الكلب ما شاء الله طاقته ابتدت تعلى شوية، كان أداؤه مش عاجبني تماما مع الأكل. هنا ابتدى يغلط، فأنا ابتديت أحركه صح. هنا ابتدى يقعد صح جنب رجلي في وضع لو الهيلينج. متابع قناه مستر هوجو هتعرف ايه هي الادوات المطلوبه للمدرب. لو انت من المتابعين اكتبها لي في كومنتات، انا قلتها في اول حلقه تعليميه عملناها، والحلقات الجايه هبتدي اشرح لك ايه فايده ده، عشان كان في ناس كتير قوي بتقول لك احنا بندرب الكلب من غير ليش. مفيش حاجه اسمها كده. الليش ده هو المقوض، هعمل عنه حلقه بالتفصيل وهعرفك ايه مميزاته لو اتعمل صح، وايه عيوبه لو اتعاملت بيه غلط. وهعلمك برضو ازاي تحسن من الكواليتي بتاعت الاوردر او الاوامر اللي بتديها للكلب. ازاي هيعمل الاوردر داون بطريقه احلى، ازاي هيعمل ست بطريقه احلى، ازاي الهيلينج او ان الكلب يمشي جنب رجلك هتتعمل بطريقه احلى من كده بكتير. وهوريكم شاكيرا، نشوف في النكست ليفل او في المستوى اللي بعد كده الموضوع بالفولو تريد برضو، بس مش باي حاجه، احنا لسه ما عملناش حاجه، هيوصل معانا لحد فين. يلا نجيب شاكيرا ونرجع تاني ان شاء الله. هنا شاكيرا حضرت. ابتديت احركها بالتوي برضو اول الموضوع، وابتديت كل ما تتشتت مني ببتدي اوجهها انها ما ينفعش تتشتت، احنا خلاص في وقت التدريب. وخان كان مشتت قوي جدا بالنسبه لها. دوت اسمه التواصل البصري. لو انت باصص، لو انت شايف الكلبه بتبص لي وبتبص على التوي وانا بوجهها بالتوي، هل معنى ده ان الكلبه متعلقه بالتوي؟ هخليك تشوف بنفسك. كمل معايا للاخر. Good. Down. Good. Down. برافو. برافو. انا دلوقتي هكمل شغل مع شكشك من غير تريد خالص، وخان موجود مؤثر قوي. شاكيرا ما لحقتش تقعد مع خان الا يوم واحد بس قبل ما يمشي، فهي غالبا ما تعرفوش قوي. فتعالوا هنشوف الموضوع من غير اي حاجه. جيد جد يا شكشك. هنا بدأنا ناخد تركيز الكلب كلها ناحية ايدي، وبحاول انقله ان هي تفوكس دهيلي، يعني تبص في عيني. ابتدينا نديها سيت وداون، داون. سيت من الامام وسيت من الهيلينج ان هي تبقى جنب رجلي. وهنا هبتدي استدعيها تاني. بس هنا كل الشغل بعمله بالكلام. لسه يعني الحلقة لسه ما بدأتش، واقوى اجزاء في الحلقة جاية. اوعى تروح في اي حتة. هنشتغل مع شكشك من غير ولا كلمة، وهنبتدي نحركها بتحركات الايد. هنا اوردر سبين، وانها بتلف، بس بتلف وهي في وضعية الهيل او جنب رجلي، مش بتفضل تلفلف ونعمل حركات ملهاش اي قيمة ولا اي فايدة للكلب زي ما الناس فاكراها ان هي شغل بهلوانات. الكلام ده كان بيعمله الحاوي زمان للناس اللي حضرت الحاوي.
هنا اديتها ستي من وضع الثبات في ست، ابتديت استدعيها تاني. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله. ما عملناش اي حاجه. الموضوع بسيط زي ما قلت لك. وما تنساش، هو يعني اللي حصل مع شاكيرا دلوقتي ده حاجتين: موفمنت، بتحرك ايدك بطريقه سليمه، مش بتقفل ايدك وتخبي المكافاه فالكلب بيعمل كده. الموضوع محتاج اكسبيرينس كتيره. تابع اللي جاي كله عشان تقدر توصل للمستوى ده ان شاء الله. شاكيرا لسه جايه، انتوا عارفين انها لسه جايه بقالها كام يوم. اتفرج على شاكيرا، واتفرجوا ان شاء الله. شاكيرا كلبه شو لاين، فبتتدرب تدريبات الشو. فهي دلوقتي بتاخد كورس اسمه اي جي بي. بالنسبه للناس اللي مش عارفه الاي جي بي، هي تدريبات اوبيدينس بس بطريقه احترافيه شويه وبكواليتي عاليه شويتين. يعني الجوده لازم تبقى مظبوطه قوي بحيث ما خلصناش اي حاجه. احنا لسه بنبدا وبنقول يا هادي. تعالوا نكمل. هكمل معاها التدريبات كلها من غير ولا كلمه. يعني الموضوع كله بالايد المجرده الفاضيه من غير ولا كلمه. هنا بدأت مع شاكيرا اوردرات صامتة كلها تتبع حركي، هي بتتبع ايدي بالكامل مع تأثير صوتي بسيط بعمله بصوابعي، وممكن تستبدله بكليكر عادي لو انت حابب تشتغل بكليكر مع كلبك. هنا بعلم الكلبة ازاي تسبن وتراوند عشان تعمل الاوردرات بشكل اجمل شوية. ما شاء الله الفوكس بتاع الكلب هايل، تركيز الكلبة مع ايدي هايل. انا هنا تو راوند علشان اسويتش يعني او انقل الكلبة من اليمين للشمال وهكذا بشكل افضل. هنا ابتديت اديها اوردر ست وانها تستي، وهنا بستدعيها وبخليها تراوند ما بين رجلي تاني. ده اللي شاكيرا كنت ما شاء بقول الله. لكم عليه، اللي هو تحسين الاداء بتاع الاوردرات. هي الفكره اي كلب انت لو مسكت اي مكافاه من اي نوع هتقدر تحركه بالفولو تريت او بالتتبع المكافاه زي ما قلنا. هيعمل ست وهيعمل داون وهيعمل كل حاجه، بس مش هتقدر تاخد منه النتيجه بشكل جمالي. داون. إيه؟ دي الطاقه المطلوبه من الكلب قبل ما تشغله. لو لقيت كلبك تعبان، حسيت ان درجه حرارته عاليه، الكلب همدان، ما تشغلوش عشان ما يتضايقش من التدريب. ودي نصيحه مني لاي حد عايز يعمل من كلبه حاجه كويسه ويطلع منه نتيجه كويسه. لو اشتغلت مع الكلب في الوقت الغلط، نزلنا برضو حلقه قبل كده قلنا على الوقت المناسب اللي لازم تشتغل مع كلبك فيه. اللي هيعرف يقول لي هي عايزه ايه من ايدي وبتحاول تمسكها ليه، الحلقه الجايه هعملها بالطلبات اللي هيقولها، هعملها له مخصوص. واللي هيقول لي ايه هي ادوات المدرب من الحلقات اللي فاتت وهيجاوب صح، هعمل له برضو حلقه مخصوص ليه هو باي سؤال هيطلبه. Good. Stay. 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 Down. Stay down. شك شك. كمل. هوري لك برضو فايدة الموضوع. احنا فصلنا مع شاكيرا بس احنا لسه ما اتكلمناش عن فصل المكافأة ازاي. تابع الحلقات الجاية مهمة قوي. هقول لك ازاي فيها تفصل المكافأة. ودلوقتي هوري لك بالايد الفاضية برضو، بعيدا عن الحاجات دي عشان دي مش كل الناس ممكن تحبها. هوري لك انت ممكن تودي الكلبة انها تتحرك اي حركة ازاي. يا ابني انت لما انك ولا كفايه تشرك احسن، خليها تناولك. شاكيرا نرجعوا بيه. يلا، قلت له نرجعوا. هنا بدأت أعلم شاكيرا إن هي ساعة التدريب تدريب زي ما اتفقنا. ابتديت أعلمها لأول مرة في حياتها اهي. نوع تاني من التتبع، اللي يس. هي تعمل زجزاج أو إن هي تمشي بين رجلي يمين وشمال. وهقول لك دلوقتي خليك متابع يس. ازاي تعمله من غير ما يبقى فيه كلب في ايدك. يعني هعلمك الحركة بالايد الفاضية، خليك متابع اللي جاي لسه اقوى من اللي فات. يس. يس. لو عايز نكمل مع بعض الاوردرات الاستعراضية زي زجزاج وغيرها والحاجات اللي يس. هما بيقولوا عليها فري ستايل، النوع ده من التدريبات لو عجبك وعايز تتعلمه قول لي هكلمك عنه بتفصيل التفصيل. قوم. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك يس. والشير، وابعت لصاحبك خليه يستفاد. زجزاج انا اول مره اعلمه لها في حياتها. وعموما الاختصار في اوردر زجزاج، انت بتخلي الكلب يتتبع ايديك الاثنين وبتنقل من ايد بتسلمه للتانية اهي. خدته الناحيه التانية،
بوديه بدي، باخده وبوديه الناحيه التانيه. يا رب تكون وصلت. وهنا بقى هوجو حضر. لو بتحب هوجو اكتب اسمه في كومنت. ما رضيتش اختم الحلقه من غير ما اوريكم هوجو واطمنكم عليه. هوجو بس الايام دي عنده شويه جوازات فمش متاح للتدريبات دلوقتي، انا مريحه شويتين. لو وصلت لحد هنا في الحلقه ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل فولو، وتعمل لايك. اشوفكم على خير. دي قناه مستر هوجو وانا مدحت الحسيني. السلام عليكم.